السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم يا اخوان؟ ان شاء الله منيحين، ان شاء الله اموركم طيبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخيرا جبنا لكم الشعير هذا بالتركي اسمه اربا بالتركي. طبعا هذا الشعير غير القمح، الشعير بنعمل القمح بس كمان فيه جلوتين اقل من القمح. هذه فيه فوائد انه الياف ومعادن وفيه المهم هذا غير معدل وراثيا، ما هو مثل القمح ملعوب فيه. هاد غير معدل وراثيا، وهذا جبت لكم الحبه الكامله جبتها انا عشان ما تقولوا لي والله هذا فيه اضافات او ما فيه اضافات، وهل مناسب لمريض السكر ولا غير مناسب لمريض السكر. انا بالنسبه لي غير مناسب لمريض السكر اللي بيرفع السكر الا اذا اكلته بكميات معتدله. بس اما اللي بساووه بالسوق، الخبز الشعير اللي بساووه بالسوق بحطوا له اضافات، محسنات طعم، محسنات عجين، بساووا له اي الف مشكله، او بسووا له ألف اضافات، واللي بحطوا له محسنات ضعم والخميره الفوريه وهيك شغلات بتاثر على المرء، بتاثر على الغده. المهم انا هذا حسويه بمكملات بسيطه كثير، وهذا راح تشوفوه بعينكم، راح تستغربوا انتم المكونات راح اسويها. اما بلش في المقطع، لايك ومتابعه وتعليق حلو، ويا ريت انك تشترك على قناتي على اليوتيوب ضروري، واللايك جدا ضروري. اذا بتحب الرسول عليه الصلاه والسلام تحط لايك. المهم يا اخوان، هذا الجهاز ضل بده 3 ايام ليخلص، ولحد الان ما في حدا حكى معي مشان انه، لان هذا الجهاز بكلف $55، يعني كل شهر $110. انا قلت هذا الجهاز بس للزناقيل، في ناس كلها صارت تهاجمني، يعني انت صرت زنقيل، يعني انا ما قلت هيك. انا هذا الجهاز نزلت قسطه بالكامل، انه هذا الجهاز بيقيس لك السكر كل 5 دقائق، لهيك كل 14 يوم لازم تكبه، وتجيب واحد بداله. يعني هالايد بعدين بتفك هالايد بتحطه بهالايد. عشان ما اطول عليكم، اول شيء رح نطحن الشعير بعدين نساويه مع بعض. يلا مع بعض. طبعا مثل ما بتعرفوا انا زنت 200 جرام شعير، هذا 200 جرام شعير ونقيته. ضليت بيجي ربع ساعة بينك عم بنقي فيه، طلع فيه بحص، طلع فيه حجر، طلع فيه 1000 شغلة. والله بنجيب خلاطنا الممتاز الأصلي، بنجيب وين هاي؟ أنا طحنت فيها ملح، آخر شيء يعني طحنت فيها ملح، رح أعيف الملح جواتها، ورح نطحن أنا وأنتو بالطحانة الأصلية للشعير. يا رب ما تخجلني يا رب. ايوه نشوف بدها تطحن ولا ما تطحن. بس اخلص طحن برجع لكم. وهيك طحنا ال 200 جرام، طحناهم صار طحين ناعم. هلا بنحط شوية ملح، ونحط بيضتين. انا بحط بيضتين، هاي بيضة، وهي بيضة تانية. ايوه وهلا بدنا نحط الزبادي ايش بتقولوا عليه انتو؟ نحن بنقول عليه لبن السوريين. هيك زبادي، معلقتين زبادي. والله لازم نحرك كويس جدا. من بعد ما بنحركه، هيك بنحركه وبنظبطه، بنعيفه يريح شيء نص ساعة او ربع ساعة حتى يتماسك.
ان شاء الله يزبط يا رب. والله ما بعرف اعجن ما اعجن، والله ما بعرف، بس انا بدي اعجن. انا بدي اعجن. يولي 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 يا امي، سويتي فيني يا امي. هو لازم اكون لابس كفوف على ما اعتقد، وبده شوية مي. خليني اخلط كويس، خليني اخلط كويس. ان شاء الله يزبط يا رب. ما اكب العجنة ان شاء الله، ما اكبه، بس ان شاء الله ما راح اكبه، ان شاء الله ما راح اكبه. يعني ريحته ريحة طبيعية يعني، مش قالوا حط شوية زيت زيتون، قالوا شوية حط شوية زيت زيتون كمان. هاي شوية زيت زيتون. وعجون، عجون لازم اقول بعد ما تعجن تريحها ربع ساعة نص ساعة تريحها. فاحت ريحة الزيتون، فاحت ريحة الزيتون. حط له شوية مي صغيرة، مي كاستر مي. هنا نجيب مي. حط له شوية مي، شوي صغيرة بس. ايوه الله يستر، الله يستر. المهم هاي العجينة هيك صارت، بس بتلزق ليش ما بعرف. العجينة هيك صارت، هي صارت العجينة متماسكة، بس شلون بدي اساويها انا، بدي اقول شلون بدي اساويها قرص ما بعرف. يعني شلون بدها تصير قرص، شلون بدها تصير قراص ما بعرف. على كل حال بنحط شوية مي، نحط شوية مي ان شاء الله ما تفرط العجينة، ان شاء الله يا رب ما تفرط. انا بعرف بعجنوها وبحطوها هيك، وبحطوها هيك، بحطوها على الصينية وبعجنوها على الصينية، وبرجع بشيلها وبرجع كذا، بس عم تلزق بايدي. ولا لازم يحط مي، لازم يحط مي مثلا، ما بعرف. لازم يحط مي، والله ما بعرف. المهم هي هيك. انا ما شفتهم شلون ساووا العجينة وشلون حطوا شلون عجنة. لازم يكون في عجان. انا بعرف العجينة بتمسك فرد شقفة، يعني العجينة بتكون بحطوها بالعجانة ها، والعجينة بشيلها هيك ما بتلزق بايدي. طلع شو عم بتلزق بايدي. طيب خليني بس اعيفها تريح شوي، اعيفها تريح شوي. صح. خليني اعيفها تريح. بس هو لازم اكون لابس كفوف، انا لازم اكون لابس كفوف، لازم اكون لابس كفوف، والله العظيم لازم اكون لابس كفوف. وكفوف هذول تبعات الدكاترة، ما هو كفوف لازم اكون لابس كفوف. طيب المهم هلا هي هيك صارت، هي العجنة هيك صارت. خلوني بس اعيفها تريح نص ساعة. اغسل ايدي، اغسل ايدي، بعدين ما بعرف شلون بدي اشوف الطريقة، انه اشوف طريقة اعبي ايدي زيت عشان ما تلزق العجينة. والله ما بعرف، اشوف الطريقة بحيث اكعبهم واقرصهم.
بنرجع لكم بعد نص ساعة. جيناكم يا جماعة بعد نص ساعة. ترى شلون صار منظره. ترى شلون صار منظر العجينة. بحثت على اليوتيوب قال لازم تحط زيت زيتون بإيدك. لازم تحط زيت زيتون قال بإيدك هيك مشان ما تلزق العجينة. المهم قال بتطالع العجينة هاي بتحطها هيك. هاي العجينة صحن بلور ما بصحن بلاستيك. ماروكي طلع العجينة شلون صارت؟ جميلة. حتى شوية مي. ها طلع عليها. احط شوية مي ولا لا؟ حط. بدي احطها على الطواي. هذا اسويها على الطواي. يلا حط. شلون بدي اسويها مبسطة؟ مبسطة يعني ماذا؟ يعني مستوية. والله انت تعرف اكثر من يعني احطها على كيس نايلو. تريد ان تتخمر شوي. لا بدي اسويها مثل الخبزة مثل القرص. لو خليها تتخمر شوي. عفتها ساعة مخمرة وجاهزة. تمام. مخمرة بس عم تلزق بايدي. يجب ان لم تضع فيها الخميرة. خميرة ما حطيت لا. خلاص لن تطلع لك لا شلون تطلع لي. بدي احط لها شيء اسمه له بدي اسويها قرص. تمام تسويها قرص لكن انت تريدها طبقتين. لا طبقة وحدة مثل اللواش تمام. مثل اللواش. طيب ايش اسوي؟ قول لي ايش اسوي. ابعصها. انا ليس قصدي. طيب استنى. هات الكيس اقول لك. اي كيس؟ هات الكيس. لا مو هذا الكيس. كيس اكبر. لا كيس اكبر عشان افرض العجينة عليه. ايوه هاتوا هذا الكيس. حط الكيس اشوف هيك. ادهنه زيت زيتون. قال هيك بتدهنوا زيت زيتون. بعدين بتمسك القرص. بعدين بتشيله. ما زبط. ماروكي ما زبط. ماروكي صار مزيان. لك ما زبط اشو مزيان ما زبط. بدي اسوي قرص شلون؟ لك ماروكي نعم. شلون بدي اسوي قرص؟ سويه كيف ما كنت تسويه. إيه ما عرفت حطيت كيس ما عرفت. لك طب بروك بس بتطلع علي شوي. انا كان شوف معك. شلون اجي اسوي؟ بدي احطه على الطواي. يلا حطه. شلون ما عم بصير قرص. بدي اسوي قرص. تعجنه. لك عجنته بس عم بلزق بايدي. هكذا قطع هكذا. استنى كثير من الزيت تضع يعني. استنى اصبر شوي مو معلش. اصبر شوي. انا بدي اسوي قرص. شلون بدي اسوي قرص؟ ماروكي بدي اسوي قرص. شلون بدي اسوي قرص؟ هو هكذا وطلع هذيك الكرة هكذا. لك ما بزبط. ما عم بصير قرص. ما عم بصير. اعجنها هكذا. لك ما عم بتلزق يا رجل. يجب ان يدك تضع فيها زيت. حطيت زيت ما عم بزبط. ضع لها هكذا. يجب ان تضع ولا يوجد عندك انت هذا مثل هذا. شو؟ يجب ان يكون قماش او كيس. حطيت اللزق بالكيس ما مشي الحال. والله لا. طيب استنى. وضع الزيت في الطاوة. تمام. لا تو انت مد ايدك. حط الزيت. انا احطه لك. حطه على هي. حطه هيك. ايوه بس طلع بسوق الطواي. اعمل لها هيك عشان يتوزع الزيت. ايوه زيت ايه زيت زيتون هذا. تمام. هلا شلون نحطه؟ كور وطلعه. لكن المشكلة ما عم بمسك يعني بفرط. حطه لك. حطه
حط لك حط لك في عصاية الدف وينها؟ عصاية الدف. عندك السكر هنا يا؟ سكر ما في. السكر لا يوجد؟ ما بستخدمه لا. وكيف بماذا سأحلي أنا؟ بجيب سكر. سوق ترى لك ماروكي. اه صارت هيك عجب؟ لصقها سخنة ايدي سخنة. عم تلزق بايدي المشكلة. فهمت؟ عم تلزق بايدي ما عم تطلع. خربتها والكاميرا شادة على الطاولة. لك ايه؟ شلون نسويها؟ واو هذه كله اللي في يدك الآن كله خبزة يعني. ايوه كله خبزة. شلون نسويها هلا؟ حط ايدك كلها تطبخ. طيب استنى انا عندي حل. والله ما بك. بعصتها كلها الخبز يا أخي. طب ايش اسوي يا ماروكي؟ ايش اسوي؟ ما زبط. يجب أن يكون جاري. يجب أن يكون جاري تحمله بحمله بالمغرب. اصبر شوي واو اصبر. الزيت كله والله الزيت. اصبر شوي. حرام وقت سيلتصق مرة أخرى في الزجاج. لا لا ما التصق. والله دمرت هذه الخبزة. طب ما زبط ايش اسوي طيب؟ يجب أن يكون جاري. كيف جاري؟ ما زبط ما مسك. ما مسك. يجب أن يكون جاري. كيف جاري؟ ما فهمت. جاري يعني جاري ليس الخاتر هكذا وشاد في بعضه. ما زبط هذا يجب الكب أن صح؟ يكون جاري صح كيف الكب، جاري؟ ها؟ تحمله بالمغرف هكذا. مغرف عندكم مغرف صح؟ ايه تحمله بالمغرف يكون مريء كثير. بالعكس يجمع مع بعضه. استنى معناتها اذا مثل ما عم تحكي انت. ترجعه مرة أخرى. ايه يا الله خلاص طبخ الآن. وهذا الزيت حرام فيه والله يا ابني. اصبر شوي. لا اصبر شوي. انت عم تقول جاري يعني لازم يكون ايش؟ يعني لازم يكون مريء كتير صح؟ ما زبط ماروكي ما زبط. خلاص يكون جاري. ما زبط خلاص. خلاص تكب عليه الماء. ما زبط خلاص. كب الماء. حطيت مي بس ما زبط. يا اخوان العجينة ما زبطت فرتت. بنشوف فيديو على اليوتيوب تاني ونرجع ان شاء الله نسوي لكم الخبز مرة تانية.